يا جماعة السوق بينزل، لكن في بلد واحدة بتعمل العكس تماما. السلفادور لسه دلوقتي شارية بيتكوين ب100 مليون دولار. الرئيس نيب بوكيلا أعلن رسميا إنهم اشتروا 1098 بيتكوين بعد ما السعر نزل لحد 91 ألف دولار، وده يعتبر من أكبر عمليات الشراء اللي عملوها من ساعة ما اعتمدوا البيتكوين عملة رسمية للبلد. الملفت بقى إن السلفادور بقت ماسكة أكتر من 7400 بيتكوين، وإجمالي القيمة دلوقتي فوق ال 688 مليون دولار. البلد بتستغل كل دب وتنزل تشتري، وده بيوضح إن عندهم رؤية طويلة المدى، مش لعبة مضاربة، دي استراتيجية دولة كاملة. الخبر ده مهم جدا، لأن لما دولة تشتري الدب بالشكل ده بيزود ثقة المستثمرين وبيخلي ناس أكتر تبص للسوق من زاوية مختلفة. والمرة دي الشراء كان عالي جدا، 100 مليون مش رقم صغير. انتوا رأيكم ايه؟ هل السلفادور ماشية صح ولا بتغامر؟ اكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا متابعة عشان نكمل كل أخبار الكريبتو أول بأول.